السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب دايما كلكم تكونوا بخير. شايفين الجمال بقى اللي احنا عاملينه النهاردة؟ تعالي بقى اقولك ازاي تعملي احلى صينية سمك وجمبري، ولا بقى تقولي بهيج ملك الفسفور العجيب ولا اي مطعم تاني. يلا بينا. انا معايا هنا 6 سمكات، سمك كبير يعني السمكة حوالي نص كيلو، ومعايا نص كيلو من الجمبري الكبير. وبالمناسبة يعني من أحسن أنواع الجمبري هو الجمبري السويسي اللي بيكون طعمه حلو، وكمان جميل يعني مفيد. تعالوا نعمل مع بعض بقى. الأول كده هننضف الجمبري. أنا هعمله جمبري مقلي راس وديل، يعني هنخلي الراس والديل بتوعه. أنا بس يا دوبك هشيل القشرة اللي في النص، وهقصقص كده الرجول الطويلة وأي حاجة طويلة كده أو أي حاجة ليها سن بتشك وقع في الراس أو حاجة، وأقصقصها وأظبطها. يبقى أنا بشيل بس القشرة كده ديت. وكمان في سلسلة الظهر هنفتح بالراحة كده بالمقص وهنطلع كيس الرمل اللي في الظهر. تمام. يبقى احنا بنقصقص كده، شايفين أي حاجة طويلة، وأشيل القشرة بس اللي في النص، وبخلي الراس والديل زي ما هما. وهفتح ظهر الجمبري أشيل كيس الرمل اللي موجود في الظهر، بيبقى رفيع كده، بيبقى فيه رمل، لازم ننضفه كويس. وبعد كده غسلت الجمبري وصفيته، وهبدأ اجيب معايا فلفل حامي بقى او رومي، وهجيب توم. انا حاطه كده حبه توم كده كويسين لان هتبل السمك كمان. وكمان معايا 3 ليمونات كبار، ومعايا ملح وكمون وكزبره وبهارات سمك، وكمان حبه من الشطه يعني على حسب ما انتي بتحبيه. هنعصر الليمون، وكمان هنحط يعني حوالي 3 كده معالق كبار من الخل. بس هي دي الخلطة بتاعتي اللي هستخدمها. زي ما احنا شايفين التوابل اللي حطيتها، يبقى ملح وكمون وكزبرة ناشفة وبهارات سمك، وبتخلي طعم حلو قوي للسمك. البهارات دي سواء كانت سايبة او اللي هي بتكون مغلفة في كيس. ونضرب الكلام ده كله في الكبة، ننعمهم كده كويس قوي، علشان هنستخدمهم في تتبيلة الجمبري وكمان في تتبيلة السمك. تمام. هنشوف بقى ازاي هنتبل الجمبري، وتابعوا معايا كمان هنحط ايه تاني مع الخلطة. بصوا بقى معايا كده، انا معايا طبق كده من الدقيق، وكمان ربع يعني ربع الكمية نشا. وهحط بقى كمية من الخلطة اللي انا عملتها في الكبة، وهزود مية. انا عايزة اخليها تكون كده يعني دقيق مع المية مع المكونات دي كلها، وما تكونش تقيلة ولا خفيفة. بصوا زي ما انتم شايفين كده، دي الخلطة اللي هنحط فيها الجمبري عشان هنخليه يكون مقرمش، يكون كريسبي كده وطعمه جميل جدا. تمام. وهنحط كمان الملح. ظبطي الملح بتاعك بقى، دوقيها كويس وتأكدي ان كله تمام. طبعا الخلطة اللي عملناها في الكب فيها الليمون وفيها الخل وفيها بهارات السمك وفيها كل البهارات اللي حطيناها، والفلفل والثوم. ونزلنا بمعلقة كبيرة من الخلطة ديت على المكونات اللي قلت عليها. وهنسيب الجمبري يتبل في الخلطة بتاعته، وهنشوف بعد كده هنعمل ايه. هتبل الاول السمك، هناخد الخلطة بتاعتي اتبل السمك، وبعد كده نرجع الجمبري تاني. ادي السمك اهو. بصوا بقى زي ما احنا شايفين كده، هعمل بالسكينة كده فتحات من الجنبين، لان السمك كبير علشان اضمن ان هو استوى معايا، وكمان علشان يكون متبل كويس، تكون التتبيلة داخلة للسمك من كل جهة، سواء جوه بطن السمكة او من الجوانب. شايفين كده؟ بصوا بقى، طبعا منضفه السمك كويس جدا. ودايما خلي عندك كده فرشه اسنان قديمه كده تخليها للسمك جاهز، يعني تكون ليكي للسمك، او فرشه جهزيها بتاعه السمك على طول، بس تشيليها تغسليها دايما بعد السمك كويس قوي. اهو شايفين التتبيله بدخلها بين الشقوق اللي انا عملتها دي كويس قوي، بحط جوه البطن كويس قوي. بصوا بدعك السمكيه كويس بالتتبيله علشان كلها تتبل. دي اخر سمكيه معايا اهو. بدعك كل التتبيله في السمك كله وهركنه على جنب. وطبعا على ما يتبلوا شويه هعمل بقى احلى رز الصياديه. بصوا بقى، هنحط مع بعض الزيت. طبعا رز السمك بيتعمل بالزيت بس. معايا بصلتين كبار ضربهم في الكبه، بنزل بيهم على الزيت. انا بقى عايزاهم يعني مش يحمروا، لا انا عايزاهم يتحرقوا، يعني غمقيهم على قد ما تقدر. كل ما هتغمقي كل ما الرز هيبقى اغمق. تمام. قلبي جامد جدا جدا. وكمان انا بشرة 2 طماطم، بحب بقى لما خلاص البصل احمر على الاخر بنزل بيهم.
وهحط بقى معلقتين كده من بهارات السمك والكمون وملح، وكمان معلقة سكر. ومهم قوي معلقة السكر علشان كده تعمل تعادل مع طعم مرارة البصل اللي حصل، بتدي طعم جميل قوي قوي، وبيبقى الرز تحفة صراحة. وما تقلقوش البصل مش هيبقى مرر ابدا في الرز ولا حاجة. طبعا هنا بزود المية على قد كمية الرز اللي معايا، اللي بقى كويس قوي. دوقي الملح بتاعك، لو محتاجة ملح حطي، وغطي عليها بقى علشان المية دي تغلي. ولما تغلي هننزل، انا هنا معايا كيلو من الرز، هنزل بيه على المية بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. تمام، قلبي بقى كويس قوي. لو حسيتي ان الرز محتاج مية تاني زودي. زي ما قلت لكم دايما المية بتبقى زيادة عن الرز بحوالي 2 أو 3 سنتي، يعني حوالي 3 سنتي. انا بنزل هنا بقى ببقى بشرة جزراية. الجزر ده تحفة 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 مع الرز الصيادية. بشرة الجزراية بعد ما حطيت الرز وقلبت، بنزل بالجزر، ولما الرز يتشرب ميته نبدأ نوطي عليه. انا هنا بقى معايا طبقين من الدقيق ونص طبق من النشا، واحط كده معلقتين من توابل السمك، وممكن حبة ملح كمان علشان خاطر نظبط التتبيلة، حبة ملح صغيرين. طبعا في جزء هنا ما اتصورش، اللي هو اول جزء جمبري حطيته، بس انا اكمل معاكم بقية الجمبري وتشوفوا عملت ايه. بصي بقى، لما تيجي هنا هتطلعي جمبرية من الخلطة بتاعتها وابرميها مع الدقيق والنشا والتوابل اللي قدامنا دي. ابرميها كده وامسكي الجمبرية في ايدك كده، اضغطي عليها وانزلي في الزيت. انا عايزاها يعني، انا حابه كنت اطلعها مفروده على قد ما اقدر، هتطلع معاكي طويله شبه سمك المكرونه لما بنعمله بنبرمه كده قبل ما بنقليه. فزي ما انتم شايفين كده، ابرميه كده في الخلطه في الدقيق بتاعي والنشا، وامسكيه بايديكي، اضغطيه ضغطه كده، وانزلي عليه، انزلي في الزيت طبعا يعني زيت حامي جدا. انا هقرب لكم الزيت دلوقتي هتشوفوا. بصوا كده. واهم حاجه الجمبري ما يقعدش كتير في الزيت، تقلبتين كده ونطلع على طول. هو الجمبري ما بياخدش وقت خالص، تقلبتين كده اهوت وخلاص، يعني بقى لونه ذهبي، طلعي على طول. لو سبتيه هيجلد منك. نكمل بقية الجمبري. طبعا انا بدأت بالجمبري عشان هو يكون لسه والزيت في اوله كده، يبقى لونه ذهبي، مفيش اي شوائب على الجمبري، لان لازم يطلع بالشكل ده. فاول حاجة ببدأ بيها هو الجمبري طبعا، ولان هو مش بيبهدل الزيت يعني لو هكمل فيه قلي السمك. خلاص طلعنا الجمبري وتمام. هبدأ بقى اقلي السمك بتاعي. زودت زيت، طلعي اي شوائب، لو في اي دقيق باقي ما تروح الجمبري، وزودي زيت. تبلي السمك كويس قوي، يعني قلبيه في خلطة الدقيق والنشا وكده، قلبيه كويس. وبدأت احط سمكتين سمكتين، هتقلبي يمين وشمال. اول ما ياخد اللون الذهبي من تحت تقلبيه على الناحية التانية، وتسيبيه ياخد وقته في الزيت عشان يستوي كويس، خاصة لما يكون سمك كبير. طبعا الرز احنا كنا وطينا عليه وشغال في السوا. زي ما احنا شايفين. هبدأ بقى اطلعه في المصفى، برضو لازم تطلعي السمك في مصفى. بدأت اطلع اول سمكية وادي التانية، وهكمل بقية السمك علشان اول ما نخلص القلي بتاعنا هنغرف اجمل صينية سمك وجمبري ممكن تشوفيها. زي ما احنا شايفين كده. ودايما بحب اوي اغلف الصينية بتاعتي بالورق الفويل عشان بتدي منظر حلو قوي. هنزل بالرز بقى، شايفين الرز الخطير؟ وزعي الرز براحتك كده في الصينية. انا هنا بقى مجهزة حلقات من الليمون، ومجهزة بقدونس متقطع علشان انا بحب ازوق بيه السمك، علشان يكون دايما شكل الاكل شهي في شكله زي طعمه طبعا. رصي بقى السمك بالطريقة اللي انت تحبيها. انا رصيته بالطريقة دي.
رز كده على شكل وردة. وزعي كويس، وهبدأ أوزع الجمبري ما بين السمك. شايفين ما شاء الله الجمبري هو كبير وحجمه تضاعف كمان مع الخلطة دي. غير بقى مش قادرة أقولك الطعم كان عامل ازاي. رصي بقى بالطريقة اللي انت شايفاها عجباكي. ممكن تجمعي الجمبري كله في نص الصينية وتحطي السمك على الأطراف، أو توزعي زي ما أنا وزعت، زي ما تحبي، زي ما عينيكي تحبي المنظر الحلو اعمليه. طبعا الجمبري كان مقرمش جدا من بره وطري وجميل جدا من جوه، لان هو على طول مش بنسيبه في الزيت كتير، بنطلعه على طول اول ما نقلبه كده وياخد اللون الذهبي. وكمان الخلطة بتاعتنا دي بتخليه فعلا مقرمش وتحفة. جربوا الطريقة دي هتعجبكم كتير جدا جدا، حقيقي هتبقى احلى من بهيج مرج الفوسفور العجيب. اتمنى تعملوها وتجربوها وتقولوا لي في الكومنتات ايه رأيكم. ايه رأيكم بقى؟ واذا وصلتوا هنا للجزء ده هنا في الفيديو، اتمنى تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير، واتمنى تكتبوا لي في الكومنتات، واشوفكم على خير. باي باي.